هلا وهلا ويا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. رمضان كريم عليكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي. في اليوم حبيت اشارككم بتحضير الفطور، واليوم تحضير فطورنا مقلوبة دجاج. لا تنسون اللايك والاشتراك. اول بداية قطعت الدجاجة مثل ما شفتوا بالمقطع، وسويت نص دجاجة لان يعني الاشخاص قليلة على الفطور، فحبيت أشارككم. جلستها ماي وراح أخليها تغلي، ومن بعدها أرجع لها أطلع من عندها الزفرة. وهنا أنا طبعا غسلت الفلفل البارد والطماطة والبطاطا والباذنجان، لأن راح أقليهم أخليهم ويا المقلوبة. ومثل ما شفتوا بالفيديو قطعت كل الخضروات وراح أجهزها على مود أقليها وأخليها ويا المقلوبة. ومن بعد ما كمل عندي الدجاج وراح أطلع زفرته. ومن بعد ما طلعت الزفرة من الدجاج ضفت اللومي بصرة، وراح أضيف الورق الغار. من بعد ما غلى عندي ويا اللومي البصرة والورق الغار راح أضيف البهارات. أول بداية ضفت البهارات المشكلة، من بعدها ضفت الدارسين والبابريكا، ومن بعدها الثوم المطحون وبهارات الدجاج، وضفت الملح والكركم مثل ما جاي تشوفونه بالمقطع. وانتو اي بهارات يعجبكم تخلونه، البهارات كلش تعطي طعم كلش طيب ويا الدجاج. وطبعا هنا أنا راح أخلي الزيت يغلي، وراح أقلي الخضروات اللي ذكرتهم بداية المقطع. وهنا أنا طبعا من بعد ما قليت الخضروات راح أقلي الدجاج على مود أكمل المقلوبة. وهنا أنا طبعا بعد ما كمل كل شي عندي راح أخلي بالبداية أحضر جدر، وراح أخلي الخضروات أو البداية البطاطا، ومن بعدها
راح أضيف الباذنجان والفلفل البارد وآخر شي الطماطة، وأخلي عليهم الدجاج أصفطه. طبعا هنا أنا راح أضيف التمن، فما شاركتكم بتحضير التمن. إذا تحبون أشارككم بتحضير التمن على المقاطع الجاية، أراويكم طريقة طبخي للتمن. فهنا أنا راح أضيف التمن وأكبسه من بعدها على مود تطلع عندي المقلوبة يعني مرتبة. قلبنا المقلوبة وصارت طعمها كلش حلو. لا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي، وراح أشارككم مقاطع جديدة. أحبكم هواي وباي باي ورمضان كريم.